اهلا وسهلا فيكم متابعيني الحبايب. اليوم جبت لكم وصفة من اطيب الاكلات الشامية الاصيلة اللي دايما بتتزين فيها السفرات وبتجمع العيلة على طاولة واحدة. وصفتنا لليوم هي فتة المكدوس، الطبق اللي بيجمع بين طراوة الباذنجان وحشوة اللحمة الغنية مع طبقات اللبن والخبز المقرمش والصوص الطيب اللي بيشهي من اول لقمة. هي الوصفة ما بس أكل، هي طقوس ومحبة وريحة بيوت الشام القديمة. وصدقوني لما تقدموها راح تبهروا ضيوفكم وأفراد عيلتكم. طريقة التحضير: واحد، أول شي منجيب باذنجان صغير للحشي ومنفرغه شوي من الداخل. دائما قلي الباذنجان بزيت غزير حتى يحمر ويطرى. ثلاثة، منحضر الحشوة، منقلي بصل مع شوية زيت ومنضيف اللحمة المفرومة، ملح، فلفل، بهارات وصنوبر محمص. طبعا منحشي الباذنجان بالحشوة ومنرتبه بصينية. خمسة، من عمل صلصة الطماطم، منالي شوية ثوم مع رب البندورة ومنضيف شوية ماء حتى يصير عنا صوص ناعم. ست، بالنسبة للخبز، منقطع الخبز العربي لمكعبات صغيرة ومنقليه أو منحمصه بالفرن لحتى يصير مقرمش. سبعة، اللبن، منخفق لبن زبادي مع طحينة، ثوم مهروس، ملح وعصرة ليمون. ثمانية، التقديم: منحط أول طبقة خبز مقرمش، فوقها شوية صوص، بعدين الباذنجان المحشي منغطي باللبن ومنزين بالصنوبر ورشة بقدونس وشوية سمنة محماة مع فليفلة حمراء. وهيك بتكون وصفتنا الجبارة لليوم، فتة المكدوس الشامية الأصيلة، جاهزة للتقديم. صدقوني الطعم بياخد العقل والريحة بتعبي البيت كله. جربوها وشاركوني رأيكم بالتعليقات، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك ومتابعة لتوصلكم كل وصفاتي الجديدة. صحتين وعافية.